المفروض 28 شهر كان فيها شويه تعويقات في الفتره الاخرانيه نتيجه للسكه الحديد وان احنا كنا عايزين لهم تصفيات، وده تم لما عرفنا الموضوع تم بسرعه. انما انت بتعمل ايه؟ طبقا للشرح اللي تم دلوقتي ان انت اللي جاي من الطريق الزراعي وسعتين، انك لما عملت كوبري العوايد بقى المكان واسع لكن مخنوق هنا، فانت كملت المنظومه جاي من الزراعي او اللي خارج من الزراعي بدل ما هو حارتين بقى 3 حارات. اللي معمول اللي هو ال 1067 متر يعني كيلو 67 متر، انك بتقلب حارتين ل3 تعبير، انا استخدم التعبير اللي هم شرحوا لي بيه، بتحترم يعني فين التنسيق هنشتغل عليه. التكلفه 48 مليون جنيه. الفتره الاخرانيه اعتقد ان احنا يعني انجزنا فيها لان العطله كانت على بلاطتين موجودين فخلصناهم يعني زمن قليل. هي الحقيقه منظومه التنسيق احنا عمالين نحسنها كل شويه بكافه الاطراف. الاهم ان احنا واخدين كمان قرار من النهارده ان احنا نقلب زي ممر للبعدائيين تحت الكباري، وده هيبقى اول نموذج عشان يبقى شكل حضاري، وناخد الناس من الشارع اللي معطلين ونبتدئ نوجد لهم آلية للتعايش، او الناس اللي موجوده في اماكن اخرى سواء هنا سواء في العوايد سواء في اي مكان. انا ببارك لجهاز التعمير الساحل الشمالي، للمجتمعات الوطنيه، لشركه المقاولين العرب، لاهالي اسكندريه، لاهالي العوايد، للناس اهالينا اللي جايين من القاهره اللي بيقدروا يدخلوا بدل ما يخشوا سموحه ويحملوا زياده على نفق قناه السويس، لا هيبقوا بيطلعوا من بره من العوايد من بره. يبقى انت شلت التحميل شويه، ولما هيلاقوا الطريق سهل هيبقى الامور افضل.